السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. أنا رانيا من قناة رانيا فاشل. لو كنتي أول مرة بتشوفي لي فيديو في القناة لا تنسي تضغطي على الزر الأحمر حتى تشتركي بقناتي وتشوفي فيديوهاتي أول بأول. اليوم راح أقول لكم 6 استخدامات غريبة لبلسم الشعر. طبعا أنتم عارفين إنه البلسم هو جزء أساسي في الحمام، يستخدم لترطيب وتنعيم الشعر. بس أنتي مرة فكرتي كيف تستخدمي هذا المنتج استخدامات غير الشعر؟ أنا راح أقول لك اليوم كيف تستخدمي هذا المنتج في استخدامات ثانية، استخدامات ما خطرت على بالك أوعدك، واستخدامات راح تسهل لك حياتك. فيلا خلونا نبدأ ونشوف إيش هي هذه الاستخدامات. لو خلص من عندك الكريم اللي تستخدمينه قبل الشفرة، ممكن تستبدلينه ببلسم الشعر عند إزالة الشعر بواسطة الشفرة. هذه الخطوة راح تخليكي تستخدمي كميات أقل من الموية وتسهل عليكي عملية إزالة الشعر بفضل تنعيم الشعيرات، وراح تحسي بشرتك رطبة وناعمة بعد ما تنتهين من الشفرة. زي شعرك بالضبط، شعيرات فرش المكياج تحتاج إلى غسل وترطيب حتى ما تصير خشنة وتأذي بشرتك. ذوبي ملعقة من الكونديشنر أو البلسم في كوب من الموية وحطي فرش المكياج داخله واتركيها من 5 إلى 10 دقايق، بعد كذا اغسليها بالموية مرة كويس. لو كنتي مليتي من استخدام المنتجات الخاصة بتليين الملابس ما عندك أي مشكلة، استبدليها بالبلسم. حطي كمية من البلسم في الغسالة واستخدميه عند غسل الملابس اللي تكون أقمشتها شوية حساسة زي الحرير والدانتيل والملابس الداخلية. راح تلين لك وتنظف لك الملابس في نفس الوقت. كمان لو كانت عندك مشكلة في الملابس اللي تجيكي من كمشة، والحل انك تستخدمين البلسم. حطي نفس القطعة في موية ساخنة، طبعا الموية تكون ممزوجة بالبلسم، اتركيها لمدة ساعة وشوفي كيف الفرق عند كوي الملابس. مين فينا ما واجهته انه السحاب فجأة في وقت ما هو مناسب يتعلق ويصير صعب انه ينزل ولا ينزل ولا يطلع؟ كل اللي عليكي انك تحطي كمية من البلسم على صباعك وتبدأي تفركي السحاب من الناحيتين. بعد كذا راح تلاقي انه السحاب راح ينزل معاكي بسرعة. في حال انه خلص من عندك مزيل المكياج، بدل ما تنامي ويكون المكياج على وجهك، جيبي بلسم الشعر وحطي كمية منه على قطعة قطن. ابدأي زيلي مكياجك، تأكدي انك بعد كذا تشطفي وجهك بالموية. في العناية بالأظافر، تخلصي من الجلد المتراكم حوالين أظافرك بأنك تحطي شوية من البلسم حوالين هذه المنطقة. بعد كذا أبدأي زيلي الجلد بهذه الآلة نفسها. هذا الشيء. وبس يا حلوين، كان هذا الفيديو اليوم، أتمنى يكون نال على إعجابكم. ولو عجبك الفيديو لا تنسي تعطيه لايك وتشتركي في القناة وتكتبوا لي تعليقاتكم وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع السلامة، في أمان الله.